اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته على أحلى متابعين وأحلى أخوات. جاية لكم النهاردة حبايب قلبي بطريقة البانيه بطريقة سهلة وبسيطة بدون بيض ولا الكفر. الله أكبر، طريقته سهلة وبسيطة ولا بدون أي تكلفة حبايب قلبي. وهنعمل بقى قطعة البانيه بسم الله ما شاء الله. بصوا حجم البانيه حبايب قلبي جميل جدا. يلا بقى نشوف كده ونسمي بالرحمن ونقول بسم الله الرحمن الرحيم ونخش بقى ونشوف الطريقه بتاعتنا الجميله ديت. وقبل ما نخش على الطريقه ولا الوصفه يا حبايب قلبي، ما تنسونيش باللايك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. يلا نسمي بالرحمن بسم الله الرحمن الرحيم. معايا كيلو من البانيه حبايب قلبي زي ما انتم شايفين كده. معايا ميه من البصل، معايا ربع فنجان خل. التوابل توابل مشكله، توابل فراخ، فلفل اسمر، ملح، بابريكا، كركم زي ما انتم شايفين كده حبايب قلبي. هنحط بقى كده المكونات كلها مع بعضها زي ما انتم شايفين كده حبايب قلبي، وهنقلبهم. وهنقوم حاطين بقى قطع البانيه دي كلها كده. ودي بقى التتبيله ديت نخليها اقل حاجه 4 ساعات او ليله كامله حبايب قلبي. بتدينا طعم جميل جدا البانيه زي ما انتم شايفين. بسم الله ما شاء الله. هننزل كده حبايب قلبي بالبانيه وهنركنه بقى خالص كده لغايه اما يتبل معانا. ونجهز بقى ايه الكفر بتاعنا اللي احنا هنحمر بيه البانيه زي ما انتم شايفين كده حبايب قلبي. معايا دي حبايب قلبي زي ما انتم شايفين، معايا بصمات، معايا التوابل اللي انا حطيتها على البانيه. ومعايا بقى البصمات ده هنحط عليه حبايب قلبي آه معلقه كبيره من الفيجيتار. هنحط التوابل كده على الدقيق. معايا بقى معلقه صغيره من النشا هنضيفها مع الدقيق. معايا بقى كده زي ما انتم شايفين كده حبايب قلبي. هقلبه كده واحط معلقه بقى فيجيتار على البصمات ده زي ما انتم شايفين. بيدينا طعم وقرمشه جميله جدا للبانيه حبايب قلبي. بس كده هنخلص كده ونقلبهم مع بعض. ده بعد ما فات 4 ساعات حبايب قلبي اقل حاجه او ليله كامله، ونكون عملنا بقى ايه الكفر بتاع البانيه زي ما انتم شايفين كده. هنطلع بقى القطع كده من البانيه على الدقيق زي ما انتم شايفين كده حبايب قلبي. كده نشبعها كده من الدقيق. لازم نعمل لها كفر كده ونتك عليها زي ما انتم شايفين كده. هقوم مطلعاها. هطلع بقى هعملها الكميه كلها الاول بالدقيق. نخلص الكميه كلها واوريكم الخطوه التانية اللي احنا هنعملها. بصوا كده زي ما انتم شايفين كده حبايب قلبي. هنمشي بقى خطوه خطوه وبوريكم كده زي ما عملت اول قطعه. هنعملها كده بالدقيق، نشبعها بالدقيق بالتوابل. نعمل لها كده اول كفر ليها اهيت زي ما انتم شايفين كده حبايب قلبي. هعمل بقى الكمية كلها حبايب قلبي وهوريكم بقى الخطوة التانية. كده خلصت كده بالدقيق. هرجع احط بقى في التتبيلة دي تاني حبايب قلبي زي ما انتم شايفين اهوت. وهنقوم حاطينها على البصمات. بجد طريقة جميلة جدا، جربوها. بتدينا بقى قطعة للبانيه بجد حجم كبير جدا. والقرمشة ولا الكفر جميل جدا. هوريكم كده الجمال والحلاوة بسم الله ما شاء الله. بشبعها برضو من البصمات كده اللي عليه الفيجيتار زي ما انتم شايفين كده حبايب قلبي. وهنعمل برضو كده نفس الكمية كلها كده بنفس الطريقة. بوريكم كده الطريقة. بسم الله ما شاء الله. كده ما تاخدش معانا وقت خالص يا حبايب قلبي. لو وصلتوا معانا لغايه هنا يا حبايب قلبي ما تنسونيش باللايك وتفعيل زر الجرس والاشتراك في القناه عشان يوصلكوا كل جديد. هنحط بقى كده. انا خلصت كده الكميه. الطاسه بتاعتنا على النار زي ما انتم شايفين. الزيت بتاعنا سخن. هننزل بقى قطع البانيه بسم الله ما شاء الله. القطعه بجد حجمها كبير جدا زي ما انتم شايفين. جميل. بصوا كده الجمال والحلاوه. اول قطعه اهيت انا طلعتها.
هخلص بقى الكمية زي ما انتوا شايفين كده. بسم الله ما شاء الله. النتيجة النهائية يا حبايب قلبي، وشكل البانيه الله اكبر جميل جدا. والله الكفر بسم الله ما شاء الله، قطعة بجد مشبعة وجميلة جدا، ما خدتش مننا وقت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في حفظ الله.